ومعي عبر السكايب من ريف درعا مباشرة الناشط الإعلامي عامر الحوراني. أخ عامر يعطيك العافية. الله يعافيك أخي الكريم. في البداية أخ عامر، هل تم تحرير المطار بشكل كامل أم ما تزال الاشتباكات جارية في وتمشيط المطار؟ نعم أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم ولكل مستمعين قناة السوري الحر. اليوم طبعا معارك عنيفة كانت في محيط هذا المطار، لم يتم تحرير المطار حتى هذه اللحظة. الاشتباكات ما تزال مستمرة. طبعا جيش اليرموك نفى خبر التحرير، لا يوجد هذه الأنباء عارية عن الصحة بشكل كامل. طبعا هناك تقدم للجيش الحر في هذا المطار، لكن لم يتم التحرير بشكل كامل. عامر، نحن ما بدنا ناخذ الاخبار من فصيل واحد عامل على الارض، في بعض فصائل اكدت انه تم التحرير، فبعض فصائل نفت، اما لم يصدر بيان رسمي حتى الان من غرفة سحق الطغاة بتحرير المطار بشكل كامل. نعم أخي الكريم، طبعا عدة فصائل تم التأكد منها. الجيش الأول أعلن عن التحرير، لكن بعد التأكد من أيضا نشطاء ميدانيين هناك في المعركة لم يتم التحرير. أيضا طبعا المسؤول عن غرفة العمليات حاليا للمعركة هو جيش اليرموك، لذلك طبعا تقيدنا بأخبار جيش اليرموك لأنه المسؤول حاليا عن المعركة هناك. طيب أخي عامر، لو انتقلنا إلى موضوع الطائرة، اليوم تم إسقاط طائرة حربية والحمد لله في ريف درعا الشرقي بالقرب من بلدة قصر الحرير. ما هي المعلومات المتوافرة لديك عن الطيار؟ هل تم أسره أو إلقاء القبض عليه؟ نعم أخي الكريم، طبعا اليوم تم إسقاط هذه الطائرة بعد تنفيذ عدة غارات جوية من قبل هذه الطائرة على مناطق بريف درعا. أيضا أدى هذا إلى مجزرة في بلدتنا احترق ضحيتها 3 شهداء وعدد من الجرحى. طبعا الطيار لم يتم إلقاء القبض عليه، فقد هبط بمظلته باتجاه السويداء. طبعا بالنسبة للمعارك أخي عامر في الريف الشرقي، إلى أين وصلت إذا آخر المعلومات لديك؟ طبعا أخي الكريم، بعد السيطرة على لواء 52 وأيضا بلدة رخم بلدة المليحة الغربية، الجيش الحر الآن اتجه إلى مطار الثعلى أيضا لتحرير أيضا بلدة الدارة. هناك أنباء متضاربة عن تحرير السرية الرابعة، لكن لا يوجد حتى هذه اللحظة أي بيانات رسمية بهذه العمليات التحريرية. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. الناشط الإعلامي عامر الحوراني كان متحدثا إلينا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك.